مرحبا. محدثكم حمزة رستناوي. في خطبة الجمعة الأخيرة في أحد مساجد دمشق قال أحد المشايخ إن هتاف الشعب السوري واحد يعد من أقبح الهتافات. لسنا واحد، لا ننسجم معكم، لا تنسجمون معنا، ولسنا على شاكلتكم لا في الإنسانية ولا في الدين ولا في الانتماء الوطني. انتهى كلام الشيخ. بداية يعني ما في حد حاليا عما يرفع شعار الشعب السوري واحد. الشعب السوري واحد شعار كان مشهور ببدايات الثورة السورية، رفعوه المتظاهرين، وبالتالي استحضاروا ليش وبهالصيغة السلبية هي. هذا بحد ذاته كمان سؤال. طيب، ما هي النتائج المباشرة والعملية لكلام الشيخ؟ أول شيء، الشيخ أصبح مشهور وترند، وهذا مكسب شخصي للشيخ وليس للآخرين. القضية الثانية، زاد الشرخ الطائفي والانقسام بين السوريين، وبالتالي ضعفت مناعة الجسد السوري تجاه الأخطار الداخلية والخارجية. القضية الأخرى، هكذا خطاب يتسبب في تحريض طائفي، وبالتحريض الطائفي غالبا ما يدفع ثمنه الأبرياء. 90% من الناس اللي بيموتوا بالتحريض الطائفي هنو ناس لا ناقة لهم ولا جمل، سوى أنهم وجدوا صدفي في مكان معين أو ولدوا صدفي في مكان معين، وجماهير الغاضبين ما بتميز عادة. القضية الأخرى، يعني هكذا نمط من الخطاب اللي بيعرضه الشيخ وأمثاله وكتير ناس من ما يسموا المؤثرين وهيك شيء، بحط عقبات جديدة وإضافية أمام مساعي الحكومة السورية للتعافي نحو الاستقرار. نحن كسوريين لازم نطلع للأمام، ما لازم نرجع دائما للمربع الأول. طيب، أنا بدي أمشي مع كلام الشيخ، بدي افترض أنه هالكلام أوكي ماشي يا شيخ، إيش الحل وفق وجهة نظرك؟ يعني لسنا على شاكلتكم ولا نشترك معكم لا في الإنسانية ولا والوطن، لا لا لا, لا إلى آخره. أوكي، إيش يعني؟ هل الحل يعني في تقتيل أو قتل الناس اللي ما بيشتركوا معك بالإنسانية والدين والوطن؟ هل الحل في تهجير السوريين العلويين على سبيل المثال، ولا قتلهم، ولا إيش يعني بدك تعمل يعني؟ هل هكذا حلول واقعية أصلا يعني؟ هلا كل المتعصبين في التاريخ يعني وأصحاب الرؤوس الحامية يتكلمون بنفس هذا الكلام اللي هو تماما منطق الحروب الأهلية. ما نبعد نحن كتير، يعني روح على لبنان في 4-5 طوائف صار لهم آخر 150 سنة على طول بيتقاتلوا، هدول بدهم يهجروا هدول، وهدول بدهم يبيدوا هدول، وهدول إلى آخره، والكل ما زالوا موجودين، والكل ما زالوا مختلفين ومنقسمين، والبلد فاشل. وبالتالي هذا منطق الحروب الأهلية، والمنطق الذي لا يؤدي إلى أي نتيجة. الشعوب اللي بدها تفشل بتكرر هكذا خطاب وبتحتفي فيه باختصار. يعني ناخذ السني والشيعة ما بيشبهوا بعض. نعم ما بيشبهوا بعض أكيد، بالأسرة الواحدة الناس أحيانا ما بتشبه بعضها، وفي خلافات وفي حروب. صراع السني الشيعي صار له أكثر من 1000 سنة ما انحل ولا رح ينحل، ولا بعد 1000 سنة رح ينحل. على سبيل المثال بسوريا في عندي علويين وفي دروز وفي مسيحيين، من 1000 سنة في بسوريا دروز وعلويين ومسيحيين. إيه؟ ما المطلوب أنه الناس يتشابهوا، ولا المطلوب أنه الناس يصيروا مثل بعض. المطلوب وجود قانون عادل يحكم العلاقة وينظم العلاقة ما بين هؤلاء الناس. يعني إيش الحل يا شيخ؟ على سبيل المثال يعني الحل أنه نقيم نحن دويلات وكنتونات طائفية ضمن سوريا، بحيث هدول الناس اللي ما بيشبهونا ولا بننسجم معهم يعيشوا لحالهم ونحن بنعيش لحال. سوريا ما بتحتمل هيك شغلات يعني، ولا هيك خطاب. يعني ما هي الفائدة العملية لهكذا خطاب سوى أنه فشة خلق يعني، والناس تنبسط وتصير تكرر وكذا وهيك شيء؟ ما هكذا تورد الإبل يعني. طيب، الآن بدنا نجي للمقولة اللي حكاها الشيخ، اللي هي الشعب السوري ليس واحدا. هلا شخصيا أنا يعني وجهة نظري بالفعل أنه نحن أمام شعوب سورية لم تصل بعد إلى مرحلة الشعب السوري، وعملية التحول الشعوب إلى شعب عادة يتم من خلال إدارة الدولة وإدارة التنوع، وعادة يتم من خلال الدولة الحديثة هي اللي بتقوم بهذا الشيء. في دراسة ناشرة سابقا ممكن نحطها بالتعليقات لمن يرغب في البحث في هذا الجانب بين قوسين التخصصي عن الشعب والشعوب وتعريف الشعوب والعلاقة ما بين السوريين والانقسام السوري. ما هذا موضوعي الآن. اللي بدي أقوله أنه
صح الشعب السوري ليس واحد، في عنده شعوب وفي طوائف وكذا، ولكن يجب العمل بصلاحيات ومعيار الشعب السوري الواحد. يعني صح الشعب السوري حاليا ما واحد، بس لازم نسعى ليكونوا واحد، لازم نسعى لأنه نكون دولة مستقرة. وهي مسؤولية الحكومي والدولي أساسا من خلال القانون الذي يطبق على الجميع، المواطن المتساوي، دولة المؤسسات، شيئا فشيئا، جيل 2 3 شوي شوي الناس بتبلش أنه تنسى هي الشغلات أو ما تقم لها اعتبار. كل دول العالم فيها تنوع عرقي وديني وطائفي، بس ما بيظهر للسطح بسبب أنه ما في حاجة له الناس أخذ حقوقها وما بحاجة لهذا الأمر. يعني هون بدي استحضر أنا مثال من مهنتي ممكن بالطب، يعني أن تشخص مرض، يعني تقول الشعب السوري ليس واحد، يعني هذا لا يشرعن المرض. يعني إذا قلت الإنسان أنت مريض بمرض فلاني لا يعني أنه المرض صح، يعني أو بدي أتقبله أو قل له أنت مريض إنسان أنت غير مفيد في المجتمع يجب التخلص منك، أو يعني أو أنت الفكرة أنه تشخيص الحالة، بدي افترض جدلا أنه الحالة هي هيك، يعني ما يعني ما هي مقاربتك، شو اقتراحاتك للعلاج هي المشكلة يا شيخ ويا مثقف ويا طبيب ويا سياسي ويا إلى آخره. هلأ المجتمعات السورية السنية تختلف عن المجتمعات السورية المسيحية وعن العلوية، وهذا صحيح. والمجتمعات السورية في الداخل تختلف عن المجتمعات في الجزيرة، والمدن بيختلف عن الريف. الاختلاف ظاهرة طبيعية، يعني ظاهرة طبيعية ضمن الأسرة الواحدة، الناس بتختلف. قدر الناس المختلفين أنهم يعيشوا مع بعض، يعني لا يوجد أصلا بلد صافي. القضية هي إدارة التنوع، وهي مسؤولية الدولة ومسؤولية كل واحد منا، ومسؤولية القوى والفاعلين الاجتماعيين كذلك الأمر، ومنهم رجال الدين. يعني دائما يوجد خلط ما بين العلويين كمجتمع وما بين مرتكبي الجرائم الأسدية، يعني ما بصير نحن نخلط بيناتهم. المسؤولية هي دائما فردية، ولو كان 100,000 واحد ارتكبوا جرائم بتحاكم 100,000 واحد وبتحقق العدالة، بتحقق العدالة، بس ما بصير تاخذ واحد بريء ما له دخل بالقصة هي كلياتها. يعني أنا آسف أنه بدي أذكر الشيخ وأمثاله أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ويعني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو للتقوى. أنا بدي أذكرك بآيات قرآنية وأحاديث بتأكد على المسؤولية الفردية وضرورة عدم التجاوز بحجة الانتقام أو الكذا إلى آخره. العدل هو العدل، يعني هو معروف العدل، وبالتالي هذا هو الدور المطلوب من رجال الدين عموما وغير رجال الدين. اللي بدي أقوله الآن، يعني نحن كسوريين جميعا يجب أن نتساعد ونساعد أنفسنا في التعافي وتضميد جروح السورية الكثيرة. ما نبحاجة لناس ينفخوا النار في الرماد يعني. وآخر نقطة بدي أحكيها، بالفعل يعني هذا الفيديو اللي طلع وأمثاله إلى آخره، يجب وجود رقابة حكومية على الخطاب الذي يقدم في خطب الجمعة وبالكنائس وبكل دور العبادة، ما بس هذاك. لأنه التحريض على الكراهية أو التحريض على العنف هو جريمة بغض النظر، سواء انقال في جامع ولا في كنيسة ولا في منتدى ولا على الفيسبوك ولا سياسي قالوا في مؤتمر صحفي. وبالتالي يجب وجود ضوابط قانونية ملزمة لرجال الدين وغير رجال الدين أنهم يبتعدوا عن خطاب الكراهية والتحريض. وشكرا لكم على الاستماع.